تعمل ايه لو قلت لك ان محمد صلاح هيلم عزاله من ليفربول اخر الموسم وهينزل لا مش على السعوديه، هينزل على مصر يشوف نادي يلعب فيه؟ ايه معقوله هيرجع المقاولين ولا ايه؟ لا، اختار يلعب جنب كهروب في الاهلي، بس بعد شويه هتطق في دماغه ويروح الزمالك ونشوفه في دويتوهات مع يوسف اوباما، الدويتو يخلص من هنا هوب يروح راجع على الاهلي تاني، كام ماتش كده وهيحس انه مش لاقي نفسه، فيعمل ايه؟ هوب يروح راجع لزيزو تاني في بيت عقبه. تقول لي ايه يا ابو العز الفيلم الهندي ده؟ اقول لك اهو الفيلم ده حصل بجد بس من 100 سنه وشويه، وبطله كان اسمه حسين حجازي. انا عارف ان الاسم مدي على موجه قوي اللغه العربيه استاذ حسين حجازي، بس الحقيقه بقى انه اسطوره عظيمه في تاريخ الكره المصريه، قبل الخطيب وحسن شحاته وحازم وابو تريكه، وقول زي ما انت عايز تقول من اساطير في الناديين. كان حسين حجازي سبب رئيسي من اسباب شعبيه الكره في بلدنا، ويمكن بدونه ما كانتش انتشرت بالشكل ده، ولا كان ديربي القاهره وماتش الاهلي والزمالك بقى بالاهميه دي، خصوصا لما يجي في نهائي بطولات قاريه ولا في نهائي كاس زي كاس مصر اللي كلنا بنستناه، اهلاوي او زملكاوي، صغير او كبير، مريش او على باب الله، جدع او ندل عشان بيشوف محتوى كابتن عزيز وما بيخبطش اللايك ولا السبسكرايب ولا الشير. المهم نرجع لكابتن حسين حجازي وحدوته ابتدت من اكتر من 100 سنه اسمها الاهلي والزمالك. نفس كروي عميق ونبدأ الحلقة. الكابتن حجازي اتولد سنة 1889 في وقت كانت مصر تحت الاحتلال الانجليزي، وكتير من الضباط والعساكر بدأوا يلعبوا الكورة بعد ما جابوها من بلدهم، وكمان قسموا نفسهم فرق ونظموا ماتشات في القاهرة واسكندرية والسويس. ولما اهالي المدن شافوا الماتشات حبوا اللعبة بتاعت الجماعة الانجليز دول، بدأوا هم كمان يلعبوها، فانتشر في الحواري والشوارع لعب الكرة الشراب بتاعت فيلم الحريف اللي عمله عادل امام، وخصوصا في حي الحسين، الحي اللي صاحبنا فتح عيني على الدنيا فيه. صاحبنا مين يا ابو العز؟ عادل امام؟ لا اصحى معايا، حسين حجازي. صحيح هي لعبة انجليز زي ما كلنا عارفين، لكن احنا اما خدناها منهم ما اخدناهاش كوبي بيست. تقول لي ازاي؟ اقول لك الاطفال والشباب كانوا بيلعبوا الكوره في حواري ضيقه، ما كانش في ملعب خماسي زي اللي بنأجرها كل ويك اند، وانا ككابتن خبير في لعب الكره الشراب في الحواري خليني اقول لك ان مفيش فيها مساحه لاستعراض القوه البدنيه زي ما الانجليز بيحبوا، لكن كان فيها مساحه لاستعراض المهاره والحرفنه والذكاء. صحيح المكسب مهم، بس الاهم هو مين رقص التاني، مين اخذ التاني على الثابته، مين ادى التاني لا مؤاخذه كوبري. وهي دي الكره اللي عرفها حسين حجازي واتعلم مهاراتها في الشارع، وابهر زمايله والمدرسين بالمهارات دي في حصص التربيه الرياضيه. ما كانش فاضل غير انه يشتغل على قدراته البدنيه، ونبقى قصاد لعيب ناشئ فلته، سريع، حريف، ناشف، بيخلص قدام الجون، والاهم انه بيحب الكوره جدا، والحب ده فعلا هيستمر معاه حتى وهو في الثانويه، وبدل ما يشوف هيدخل علمي ولا ادبي كان مهتم بفريقه في مدرسه السعيديه. تخيل الفريق مش هيخسر ماتش واحد طول ما حسين حجازي بيلعب، وكاني سامع زمايله في دفعته بيشجعوا بره الملعب يقولوا 1 2 ادي الكرة لحسين. 4 سنين يا مؤمن مفيش مدرسة تانية عارفة تغلبهم. ايه سحس الجبروت ده مانشستر سيتي ما عملهاش يا جدع، ماتش ورا التاني ومكسب يجر اللي وراه. كان ولع صاحبنا باللعبة بيزيد وبيكبر كل يوم، لدرجة ان اهله خافوا يهمل الدراسة لحساب الكورة، فقرروا يسفروه انجلترا، اضحك معايا، عشان يدرس الهندسة. اهل حجازي الطيبين اللي على نياتهم كانوا عايزين يشوفوه افندي قد الدنيا. فجأة اللي ما كانوش عاملين حسابها هي انه بمجرد وصوله لندن هينضم لواحد من اشهر اندية الهواة، دالويتش هاملت، النادي اللي راهن على حسين في قيادة خط هجومه، والرهان هيطلع في محله، لان مع اول ماتش ليه وعينك ما تشوف الا النور، اجوال وترقصته والكباري من بتاعه حواري الحسين. وفي ظرف شهرين بس السحس اللي كان بيحضر نفسه لامتحانات الميد ترم في الكليه لقى نفسه نجم الفريق الاول وحديث الجماهير والكتاب، بالظبط زي ما صلاح عمل في بدايته مع ليفربول بعد 100 سنه. وزي ما الجمهور والصحافه كانوا متابعين سحس، في انديه اكبر من دالويتش كانت مهتمه بالشاب المصري اللي مكسر الدنيا في دوري الهواة. وفعلا سنه 1911 يتعاقد معاه نادي فولهام اللي كان في يوم من الايام بعدها بتاع الفايد بتاعنا. المهم فولهام كان بيلعب دوري درجه ثانيه انجليزي ساعتها، ويبقى الاول مره لعيب مصري وعربي وتاني افريقي يشارك في مسابقات كره انجليزيه من الاساس. ايه ده؟ يعني مش ابراهيم سعيد يا ابو العز اول محترف؟ لا يا حبيبي، ده كان جدك حجازي الله يرحمه. هيما كان اول سبراي احمر يترش على راس عربيه هناك في انجلترا. بس سبحان الله، زي ما هيما ما عمرش في ايفرتون، صاحبنا برضه له مشاركه وحيده متسجله مع فولهام. يا ترى ليه؟ يكونش اتخانق مع المدرب وسبغ شعره حماريكا برضه؟ لا بالعكس، ده سجل جول في اول ربع ساعه مع الفريق، يعني الدنيا كانت زبادي فراوله، لكنه قرر الاستجابه لقلبه ورجع للنادي اللي حبه، دالويتش هاملت. ايه سحس القرار العاطفي المجنون ده؟ اعقل يا جدع. احب اقول لك ان القرار ده حول حسين في نظر مشجعي دالويتش هاملت لبطل نادي، ولحد دلوقتي بيبصوا له كاسطوره. صحيح احنا بعدها ما نعرفش احصائيات دقيقه عن مواسمه الثلاثه مع الفريق،
بس الكاتب جاك ماكلوري بيقول انه طلع على سجلات كلها اشاده باداء واهداف المهاجم المصري، وبيحكي لنا عن زياره الفريق لهولندا سنه 1913 عشان يلعبوا نادي اياكس الهولندي. ايوه هو اياكس بتاع ميدو ابراموفيتش، والماتش بينتهي بفوز دالويتش 4-1. 4 تجوان كان نصيب صاحبنا منهم جونين حلاوه. وفي جوله اوروبيه تانية قدام نادي اتلتيكو بلباو وريسنج هيقدم حجازي نفس الاداء العظيم، لدرجه ان هيلفت انتباه الفونسو ملك اسبانيا، واللي هيلقب صاحبنا بملك الكوره. تخيل، ملك كينج، اللقب اللي بيتلقب بيه صلاح ومن قبله ميسي ومن قبله مارادونا ومن قبلهم بيليه. كان من نصيب لعيب مصري كتير مننا ما يعرفوش. وعشان كده حسين حجازي يعتبر اول سوبر ستار مصري في كرة القدم، اول لعيب يمثلنا قدام العالم، مش بس بيمثلنا باسمه او شكله او جنسيته، ولكن بالكوره اللي اتعلمها في الشوارع والمدارس بتاعتنا، كرة الشراب بتاعت الحسين، وتألق وهو بيلعبها في بلاد بره لحد ما هتقوم الحرب العالمية الاولى سنة 1914 وياخد صاحبنا طيارة 6 إلا تلت ويرجع على ام الدنيا عدل. هينتهي مشواره في اوروبا وهيبدأ فصل جديد في مسيرته ومسيرة الاهلي والزمالك والكرة المصرية كلها. خليني اقول لك ان صاحبنا لما رجع كان وضع الكرة في بلدنا اختلف عن وقت ما سافر. دلوقتي في فرق وانديه بيلعب لها مصريين واجانب، اتبنى مدرجات لتنظيم حضور الجمهور في الملاعب، وبدأت الصحافة تنقل اخبار الرياضة والكورة، والاهم هو شعبيه الاهلي والمختلط، وده طبعا اسم نادي الزمالك وقتها اللي كان لسه ما بقاش زمالك. كل ده شجع حسين عشان يقوم بمهمته، وهي السعي لتطوير الكوره وزياده جماهيريتها بين المصريين. فاسس فريق تحت اسم حجازي للفنون، وقام بجولات في المحافظات عشان يروج للعبه، ولعب ماتشات استعراضيه داخل المدارس والجامعات عشان يجذب شباب اكتر لحب الكوره. كابتننا الكبير حسن المستكاوي اللي بمسي عليه سلام خصوصي بيقول ان الفرقه دي اتسمت برضه بمصر المختار، ولعبت ضد فرق انجليزيه مكونه من عساكر الجيش الانجليزي المحتل، والمفاجاه هي انها قدرت تكسبهم. وهنا الكوره بتتحول لحلبة منافسه نجح من خلالها المصريين يكونوا ند للمحتل وكمان يتفوقوا عليه، وده خلى شعبيه حجازي تكبر اكتر بكتير بين الناس. فكان طبيعي جمهور الكوره يتابع خطواته اول باول، وخصوصا بعد ما قرر يلعب لنادي السكه الحديد اقدم انديه مصر. وبعد موسم وحيد بيظهر صاحبنا بتيشيرت جديد، تيشيرت النادي الاهلي المصري، النادي اللي اسسه المحامي عمر لطفي عشان يجمع الطلاب والشباب من اهل البلد حوالين الرياضه. ويمكن عشان كده حسين حجازي اختار النادي الاهلي تحديدا. واكيد مش محتاج ان اقول لك ان حسين حجازي كان نجم فريق الاهلي الاول، لدرجه ان بعدها بشويه فرقه الاهلي اتسمت فرقه حجازي بيك. متخيل قد ايه كان لعيب مهم ومؤثر؟ ده كان شكله كده ولا مروان محسن يا جدع. المهم بيحكي لنا الكابتن المستكاوي عن كواليس اول مواجهه بين الاهلي والمختلط بعد توقيع اتفاقيه لاقامه ماتشين ذهاب وعوده سنه 1917. الاهلي هيكسب الماتش الاولاني 1-0، بس المختلط هيردها له في العوده بنفس النتيجه. وهنا يبدا يظهر ملامح ديربي القاهره، ناديين من نفس المدينه بيتنافسوا على المكسب، وحسين حجازي كان جزء اساسي في المنافسه والصراع ده قبل ما يتسبب في اشتعاله بخطوة تاريخية، خطوة جت بعد ما قضى سنين بين جدران الأهلي، وهي بصراحة ما كانتش محتاجة الدراما اللي أنا عاملها دي كلها، هي انتقاله للمختلط ما متوقعة يعني، ما أنا قلت الكلام ده في الأول. تخيل نفسك بقى مشجع أهلاوي ساعتها، نجم فريقك الأول بيروح للغريم، ومش بس كده، ده بيقود نادي المختلط لنهائي كاس السلطان سنة 1921 بعد ما يفوز على 5 فرق انجليزية في الطريق، وفي النهائي يواجه عامل اللقب نادي شيرود الانجليزي، ويقدر صاحبنا يجيب جونين مزيكا عشان يتوج المختلط بأول بطولة في تاريخه، ويصبح حسين حجازي أول لاعب وكابتن مصري يرفع لقب كاس السلطان اللي هيتغير اسمه بعد كده لكاس مصر، أعرق بطولة في تاريخنا الكروي. إنجاز حجازي مع المختلط يسخن ويشعل للأهلي فينجحوا في الصعود لنهائي الكاس سنة 1923 ويكسبوا فريق دراجونز الانجليزي عشان يأكدوا انهم الفريق الاقوى. لكن دي ما كانتش اكبر صدمة لجمهور المختلط، لانهم هيصحوا في يوم على خبر كارثة، عودة حجازي للأهلي مرة تانية عشان يتحول الفريق الأحمر للمارد الأحمر ويقصد البطولة ورا التانية لحد خسارة نهائي كاس 28 قدام الترسانة. ووقتها صاحبنا هيتصرف بشكل غريب وهيرفض الصعود لاستلام ميداليات المركز الثاني، وده اعتبرته إدارة الأهلي تمرد، وبالتالي تقرر معاقبته بالإيقاف. لكنه يرفض الإيقاف ويرفض العقوبة ويخلع التيشيرت الأحمر ويلا بينا ونرجع للأبيض مرة تانية. يخرب عقلك يا سحس، ده انت عمايلك من 100 سنة لسه بنحاسب على مشاربها لحد النهاردة يا جدع. انتقالات حجازي بين الناديين كانت كفيلة بتأجيج العداوة. تقولي ايه تأجيج العداوة دي يا ابو العز؟ اقول لك صدقني محتاج اقول شوية مصطلحات معقدة عشان تبقى متماشية مع 1920. انما بالبلدي كده حجازي ولعها، لانه ما كانش مجرد لعيب بيروح ما بين الاهلي والزمالك او الاهلي والمختلط ساعتها رايح جاي، لا ده كان اهم لعيب في مصر، كابتن منتخب
وطني راح اولمبياد 1920، الكوتش بتاع الفرقه كمان، وبعد سنه واحده بيأسس اتحاد الكره المصري وبيكون ليه مقعد في مجلس ادارته. انت متخيل كم الادوار وحجم الصلاحيات؟ ده شخص 3 في 1، بيقوم بدور الصقر احمد حسن، وبعد الظهر كابتن حسن شحاته، وفي وقت فراغه بيبقى سمير زاهر الله يرحمه، ولو كان في تلفزيونات وقنوات ساعتها كان هو اللي قدم السهره بدل شوبير. ضيف على كل ده جماهيريته الجباره وصلته انه بقى قدوه ومثل اعلى لكتير من الاطفال والشباب، منهم طفل نعرفه كويس لانه هيكون اديب عظيم وهيفوز بجائزه نوبل اسمه نجيب محفوظ. على قصه بين القصرين اللي احنا عايشينها معاك يا حسين. وبكده بدأت منافسة الأهلي والزمالك، منافسة على ضم لعيب بيكسب بطولات، وعكس ما كنا بنشوف في بعض دربيات أمريكا اللاتينية أو بعض الكلاسيكوات الأوروبية، واللي فيه منها أصله حروب أهلية أو اختلافات سياسية أو صراعات طبقية اجتماعية. لكن سياق ديربي القاهرة كان غير، قائم على صراع الناديين على الأفضلية، واللي كان معيارها في الوقت ده حسين حجازي. يعتزل صاحبنا من هنا ونخش على الثلاثينات ويبزغ نجم لعيب ناشئ. ايه يبزغ دي يا ابو العز؟ اقول لك ايوه احنا في الثلاثينات فلسه حقبه قديمه فمحتاجين مصطلحات برضو تقيله. المهم بينور نجم جديد كده في صفوف الاهلي اسمه عبد الكريم صقر. صقر كان موهوب لدرجه انه مثل منتخبنا الوطني في اولمبياد 36 وهو يا دوب عنده 15 سنه، يعني واحد لسه واخد الاعداديه وبقى لعيب دولي. الحكايات عن عبد الكريم صقر كانت عجيبه، في ناس كانت بتعتبره احرف لعيب في تاريخنا، لا وكمان كان هداف على كيفك، خصوصا بقى في ماتشات الزمالك. خد عندك مثلا ماتش الديربي في كاس 37 لما هيجيب لوحده هاتريك في فوز عريض للاهلي 5-0. إدارة الزمالك ما كانتش عارفة تعمل معاه ايه، لحد ما واحد منهم هيقول طب ليه ما نجيبوش الزمالك زي حجازي؟ اما فكرة، بس الاهلي عشان يسيبه كان لازم له عرض مالي خيالي. بكام يا ابو العز؟ 50 جنيه. والله ال 50 جنيه ساعتها كانت تجيب لك لعيبه احرف من تريكا وشيكابالا في طلعه واحده، وممكن بالباقي كمان كانت تجيب لك ابو جبل على سعد سمير. قال يا ابو العز هو الجنيه كان بكام دولار ساعتها؟ لو سمحت ما توقعنيش في الغلط. المهم الصفقه تمت فعلا سنه 1938، وزي ما عبد الكريم صقر زعل جمهور الزمالك كتير، جه الوقت اللي يصالحهم وهو لابس التيشيرت الابيض ويزعل جماهير الاهلي. واي مصالحه واي زعل ده في ماتش الديربي، ويجيب جولين في الاهلي في ماتش يخلص لصالح الزمالك 6-0. عبد الكريم استلم الرايه من حسين حجازي ووالله ما قصر. الاحتقان والاشتعال زاد بين الناديين، وزاد اكتر واكتر بسبب دخول وسائل اعلاميه زي الراديو والتلفزيون وتاسيس الدوري المصري بعد كام سنه، اللي هيخلق شعبيه للاهلي والزمالك بره القاهره كمان، وهيبقوا خلاص نقر ونقير على مستوى البلد والمنطقه كلها. وبمناسبة الدوري فالأهلي كان حاطط عينه عليه من الأول، وفضل محتكر البطولة من ساعة ما ابتدت سنة 1948 لمدة 9 نسخ كاملة، والجوال بقى من الكابتن توتو على حرفنة صالح سليم ضمنوا له تفوق واكتساح على الزمالك في البطولة المحلية، حتى مع وجود لعيبة كبيرة في الزمالك زي عصام بهيج والحمولي، لحد ما هيفوز الفارس الابيض بالدوري الاول ليه سنه 1960. في الستينات دفه الميزان هتتغير، مش بس عشان الزمالك هينتزع بطولتين من الاهلي، لا عشان هنشوف ابطال جداد كمان زي نادي الاولمبي اللي كان بيلعب له الكابتن محمود بكر، معلق الراحل العظيم العملاق اللي كان دايما بيشتكي من محطه قطر سيدي جابر. ثم في السنه اللي بعدها هيكسب الاسماعيلي البطوله بفضل اهداف كابتن علي ابو جريشه، واللي معروف ان الهيد بتاعه كان ملوش زي ولا فلافيو في عزه. اما مكسب الاسماعيلي فكان غالي، مش بس لانه كسر ثنائيه الاهلي والزمالك، لا لانه جه في ظروف صعبه ومؤلمه مع نكسه يونيو 67. وبما اننا قلنا نكسه فكعاده الاهلي اللي نعرفها هو ينتكس من هنا وهوب يرجع يقش كله باي طريقه ممكنه، وده اللي حصل في السبعينات مع فرقه مستر هيديكوتي الجباره، فرقه كل اسم فيها قصه وموال. اقول لك ايه بس، ثابت البطل ولا اكرامي وحسن حمدي ومصطفى عبده ومختار، وطبعا الموهبه العبقريه بيبو 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 الله يا خطيب. الفرقه ما كسبتش دوري بس، دي تقريبا احتكرته بمجرد استئناف النشاط بعد انتصار 73 ولحد بدايه الثمانينات. طب والزمالك يا ابو العز كان فريق تعبان ولا ايه؟ تعبان ايه يابا، ده انا اللي تعبان. فرقه ابو كريم حسن شحاته وعلي خليل وفاروق جعفر، اكيد تعرف ان الكابتن رؤى كان لعيب نص جامد، بس اللي ما تعرفوش بقى انه كان يقدر يأدي في اي مركز، وما يغركش منظره في الاستوديو التحليلي. ده انا بابي كان بيحكي لي مستغرب ليه من بابي منك ليه، هو انا يعني ما كنتش طفل ولا انا يعني مولود بنضاره وشنب؟ المهم ان الجيل القديم يوعى على ان فاروق لعب مدافع وما قالش لا، لعب مهاجم مسد برضه، يعني بلغه الفنانين اللي بيحبوها كان جوكر. وفرقته كسبت الكاس 3 مرات وخطفت الدوري من بق الاهلي مره، وكتير من نجومها كملوا للثمانينات. وطالما وصلنا الثمانينات فخلينا ابشرك ان المنافسه بقت اشرس واعنف واوحش.
التلفزيونات اتلونت والرعاة والمعلنين دخلوا في سكة الكورة واللعيبة اتحولوا لنجوم وبقوا يظهروا في السيما يا بيه. شفت فيلم يا رب ولد بتاع فريد شوقي واكرامي؟ الفيلم ده ابرز ما فيه انك تقدر تشوف كابتن حسام البدري مش مكشر، والله طلع بيعرف يبتسم وبيغني مع عدوية بوم تيكا تيكا بوم بوم تيكا تيكا بوم بوم تيكا تيكا بوم بوم تيكا تيكا بوم بوم. وغالبا لما سحنة كابتن حسام البدري تبتسم بتكون النتيجة زيادة في الحدة والتعصب بين الناديين. وفي واحدة من ماتشات القمة الخطيب بياخد حسن شحاتة من ايده ويروحوا الجمهور الفريقين في لقطة شهيرة يحيوا الجماهير عشان يهدوا الدنيا مشعللة. بس خلاص كان الموضوع خرج عن السيطرة لان المنافسة ما بقتش حتى منافسة الدوري وكاس في مصر بس، ده الصراع دلوقتي بقى مين اجمد على مستوى افريقيا. سنة 82 كتيبة الأهلي هتصعد لنهائي دوري الأبطال وكان قدامهم اختبار صعب عشان هيقابلوا أشانتي كوتوكو الغاني. كوتوكو ساعتها كان جامد عامل زي سان داونز كده دلوقتي، بس الخطيب واصحابه يشيلوهم 4 والخطيب يجيب جونين والأهلي يكسب 4 على الرايق وياخد دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه. يسكت الزمالك؟ لا طبعا، هي سنة واحدة بس ويكسب النهائي قصاد شوتينج ستارز النيجيري 2-0. بس مين بقى اللي يسجل؟ جمال عبد الحميد فرود الأهلي اللي لسه رايح الزمالك من كام شهر في انتقال مثير عليه لغط لحد دلوقتي، وينجح في انتزاع البطولة لفريقه الجديد. ما بيفكركش بواحد صاحبنا هو بعينه سحس حجازي تعجبني وانت مصحصح. المهم يعملها الزمالك تاني ويكسب افريقيا سنة 87 فيردها الاهلي سنة 88 ويتحول دوري الابطال لخناقة ما بينهم وكل نادي فيهم عايز يثبت افضليته، وده هيكمل لحد التسعينات. ولما هنخش على التسعينات هتلاقي فرقة اسماعيل يوسف وخالد الغندور وايمانويل يكسبوا للزمالك دوري ابطال افريقيا سنة 93. بالمناسبة ايمانويل ده عارف خرج من الزمالك راح فين؟ راح برشلونة ولعب جنب رونالدو الظاهرة، عشان تعرف بس احنا قد ايه كنا على الخريطة ككورة مصرية. سنة 93 دي بقى يشاء السميع العليم ان الاهلي يكسب فيها كاس الكؤوس الافريقية اللي هي الكونفدرالية وقتها يعني، وبكده السوبر الافريقي هيبقى بين مين ومين؟ يا نهار ابيض في احمر يا كابتن عزيز، دي هتبقى معجنة. امال بقى لو قلت لك مين كان بيمرن الزمالك ساعتها؟ الجنرال محمود الجوهر الله يرحمه، الراجل الاهلاوي اللي كان ناشئ ولاعب ومدرب للاهلي ووافق قبلها على تدريب الزمالك في مفاجأة وصدمة كبيرة، وزي ما كسب للاهلي افريقيا سنة 82 هيكررها تاني مع الزمالك. ولك ان تتخيل بقى ماتش السوبر ده كان مهم قد ايه. ده في ناس سافرت جوهانسبرج مخصوص عشان تحضره، منهم الراجل اللي لابس قميص لبني ده وفي ايده شمسيه، ومخرج الماتش هيسيب الدنيا كلها ويختار يصوره في الدقيقه 42 لما ايمن منصور بوم جاب قنبله ترشق في مقص شوبير. عرفت مين ده؟ عموره مستر عمرو اديب، مبسوط وبيحتفل ومش عارف الزمن لسه مخبيله ايه. الزمالك مش بس كسب السوبر ده ساعتها قدام خصمه اللدود محليا وقاريا، لا ده هيستغل ان في ازمه بين الاهلي واتحاد افريقيا اللي بتوقف الاهلي عن المشاركات 3 سنين ويدوس ويكسب بقى بالمره بطوله 96 عشان يقفل القرن وهو في جيبه 9 بطولات افريقيه مختلفه قصاد الاهلي اللي معاه 7 بس. وعلى اساس ان الصراع مش مولع كفايه وان المشرحه مش ناقصه قتله، فيجي الاتحاد الافريقي يختار نادي القرن بناء على مش بس عدد البطولات اللي الانديه بتفوز بيها، ولكن بنظام نقط مبني على عدد المشاركات والوصول لادوار اقصائيه، والحسبه دي بتكون في مصلحه الاهلي، ومن هنا بيختار النادي الاهلي كنادي القرن الافريقي. عركه جديده وخناقه على احقيه اللقب ده بين الناديين من سنه 2000 ولحد النهارده. بيبدا بقى القرن ال21 اللي فات ربعه بالمناسبه، الوقت ما بقاش فيه بركه على فكره. بيبدا القرن بقنبله، نجم واسطوره الاهلي حسام حسن يوم 8 اغسطس سنه 2000 بيعلن التعاقد مع نادي الزمالك. يعني فرود الاهلي العظيم، كبير الهدافين زي ما ميمي الشربيني سماه، صاحب السحر والبريق داخل مربع العمليات، بابا نويل الاهداف المصريه، قول زي ما انت عايز تقول، كابتن منتخبنا الوطني اللي رفع الكاس سنه 98 في بوركينا فاسو، معشوق الاهلي الاول في التسعينات، يسيب الاهلي ويروح الزمالك. طبعا لما نقول حسام يعني حسام وابراهيم، معروفه هما بيجوا باكج. احنا سمعنا الحدوته دي فين قبل كده؟ يكونش جمال عبد الحميد ولا عبد الكريم صقر ولا ايوه استنى انا افتكرت، حسين حجازي كمان وكمان. حسام حسن زيه زي اسلافه بيعمل واحده حسين حجازي جديده، ومع شخصيه حسام الصداميه يقول تصريحات زي انه جاي يكسب ويعدل الكفه وكل حاجه هتبقى من اجل الزمالك، والدنيا تولع اكتر واكتر، والمدرجات في لقاء الفريقين بتشتعل اكتر واكتر. وفعلا في اول مواجهه الزمالك بيكسب وحسام بيسجل، وفي اول موسم لحسام مع الزمالك بيبقى بطل الدوري في 2001. في 2002 الاهلي يرد اعتباره معنويا بالهزيمه التاريخيه 6-1 اللي كلنا عارفينها،
ولسخريه القدر ان الواحد ده كان حسام حسن هو اللي جايبه. اليوم ده فريق الزمالك كله ما جاش، بس اللي شال الشيله هو بشير بسبب شلبوك الله يمسيه بالخير. ولسخريه القدر برضه ان الموسم ده لا الاهلي ولا الزمالك هم اللي بياخدوا الدوري والاسماعيلي هو اللي بيكسبه، انما الزمالك بيرد اعتباره قاريا بقياده حسام حسن وحازم وعبد الحليم علي والنجوم الحلوه دي كلها وتامر عبد الحميد اللي اصلا بيسجل الفوز في النهائي امام الرجاء البيضاوي عشان يبقى الزمالك بطل افريقيا في 2002. تتويج عظيم ورد اعتبار حقيقي وسريع بعد هزيمه ال6-1 التاريخيه. ومش بس كده، ده الزمالك يكوش على الدوري في 2003 و2004. وفي الكام سنه دول كان في راجل طيب اسمه مانويل جوزيه ما بين فتره ولايته الاولى والثانيه للنادي الاهلي بيكون فريق، وهيمسك هو بقى من 2005 كتاب التاريخ والقلم الجاف، ومش هيسمح لحد يخمس معاه في الكتابه. وفعلا الاهلي بياكل الاخضر واليابس في دوري ابطال افريقيا 2005 عشان يوصل في نص النهائي يلاقي بقى مين مستنيه. لا يا ابو العز بقى ما تزودهاش، والله العظيم هو بعينه الزمالك، حبكات ولا فيلم العالمي. انما بقياده ابو تريكه ومتعب وباراكوتا الاهلي بيكتسح الزمالك رايح جاي ويوصل النهائي ويخلص على النجم الساحلي ويفوز بلقب 2005. في 2006 بقى في واحد كان نجم في 2005 اسمه ابو تريكه بقى اسطوره، وفي 22 كان رقم تيشيرت بقى رمز. ابو تريكه بيحرك كتيبه الاهلي زي ما زيدان كان بيحرك فرنسا كده في الملعب، وبطوله ولا احلى وبتختتم بلحظه للتاريخ لن ينساها اي حد شافها، من اول تشليته شادي محمد من اول الملعب تحت شعار يا صابت يا خابت، لعدله متعب في الهوا بدماغه، لساندة فلافيو بدماغه هو كمان، لفيرست تايم ابو تريكه بشماله في الضيقه تطلع وراها اغنيه معتمده وتبقى حتايه ما هياش من عمرو دياب لكنها من جماهير الاهلي واسمها يا تريكه، واكاد اجزم انها بقت اشهر من اغنيه يا ناسيني اللي هي متاخد لحنها من الفور كاتس اللبنانيه. وبهذه اللحظه التاريخيه بيطير الاهلي على اليابان عشان يلعب في كاس العالم للانديه ويحقق بالفعل المركز الثالث ويرجع بالميداليه التاريخيه البرونزيه. في السنين اللي بعد كده الاهلي بيشرخ حبتين في ظل تألق غير عادي ليه وفي ظل تدهور غير عادي لنادي الزمالك. الاهلي بيكسب ابطال افريقيا في 2008 و2012 و2013 وبيكسب الكونفدراليه الافريقيه في 2014. بس الزمالك مش هيفضل متدهور على طول، وفعلا بيشد حيله الزمالك ويبدا يمسك نفسه شويه في 2019 ويكون فرقه محترمه ما بين شيكا ومصطفى محمد وزيزو واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وميكس لعيبه جامده بين احتياطي واساسي، وفعلا يكسبوا الكونفدراليه الافريقيه في 2019 والسوبر الافريقي ويكسبوا السوبر المصري على الاهلي بضربات الجزاء. وخش لي بقى على اجمد حبكه لاحلى حدوته في تاريخ صراع الناديين. التاريخ ليله الجمعه 27 نوفمبر 2020، المكان استاد القاهره، معقل عملاقين مصر وافريقيا. الحدث نهائي دوري ابطال افريقيا والعنوان نهائي القرن الافريقي. وبالفعل مفيش حاجه حصلت في الليله دي اقل من التوقعات. ماتش على مستوى فني سجال بين فرقتين فورمه، فرص هنا وهنا، تقدم للاهلي عن طريق عمرو السوليه، تعادل تاريخي بهدف تاريخي من شيكابالا لازال في اذهان كل الناس، شكله هو رايح في المقص صاروخيه جميله، ثم الختام في اخر 5 دقائق بلقطه القفشه او القضيه اللي هتعيش في كتب التاريخ بصوت عصام الشوالي، وفوز اهلاوي في وقت قاتل بالمباراه وباللقب وبزعامه افريقيه فارق فيها الاهلي عن الزمالك ب11 لقب بحالهم في القرن اللي فات ربعه، ولا زال صفحات التاريخ مفتوحه لكتابه المزيد. والسهره دي وفي الماتش ده على قد ما كانت المدرجات فاضيه في الاستاد بسبب فيروس الكورونا، الا ان الملايين كانت بتتفرج عليه بره، مش على قد القاهره ولا مصر، لا ده في القاره كلها والوطن العربي كله. حتى اخواتنا وحبايبنا في القطاع كانوا بيتفرجوا على الماتش، منهم اللي اهلاوي اصيل ومنهم اللي زملكاوي ولا كانه من 100 عقبه. وفرصه ما ننساهمش باجمل دعاء من القلب، ربنا يزيح عنهم ويكتب لهم كل خير. الصراع والتنافس اللي موجود بين الاهلي والزمالك من اكتر من 100 سنه ابتدى واحد اسمه حسين حجازي، واكيد ما كانش يعرف ان اللي ابتدى ده من 100 سنه هيفضل مكمل لحد النهارده. واكيد برضو ان اللي عايشين الصراع والتنافس ده النهارده معظمهم يمكن ما يعرفش ان بدايته من 100 سنه كانت بسبب حسين حجازي. وهنا نيجي لسؤال الحلقه، هل لو الاهلي مش موجود كان الزمالك هيبقى نادي القرن؟ ودلوقتي جه وقت الاجابه. مستعد؟ في الحقيقه انا ما اعرفش، وانا منجم يعني يا ابو العز الفصلان ده، احنا فينا من شغل العيال الصغيره ده؟ تحكي لنا قصه بقالك 100 سنه وفي الاخر تيجي تقول لي مفيش اجابه على السؤال؟ اقول لك لا اتقل،
انا عندي اجابه احلى من كده كمان عشان انت حبيبي. الاجابه اللي انا متاكد منها ويشهد على اجابتي دي تاريخ 100 سنه للناديين من ايام حسين حجازي لحد النهارده، مرورا بعبد الكريم صقر وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال وحسام وابراهيم وغيرهم كتير من النجوم. اجابتي واللي يشهد عليها التاريخ العظيم ده هو ان لولا الزمالك ما كانش بقى الاهلي اللي احنا نعرفه النهارده، ولولا الاهلي ما كانش بقى الزمالك اللي احنا نعرفه النهارده. بعيدا عن الانتماءات او التعصب، فالحقيقه ان وجود كل طرف منهم كان ليه دور اساسي وكبير في عظمه ونجاحات الطرف الثاني. وبمناسبه التاريخ فانا سايب الحلقه دي للتاريخ عشان الاغلبيه العظمى من هنا او هنا يستمتعوا بيها ويحبوها ويفتخروا بتاريخ فريقهم، وبرضه عشان يخش اقليه من هنا او هنا يقولوا لي يا كابتن عزيز حضرتك راجل معاه واتكلمت على النادي ده اكتر من النادي ده لمده 10 ثواني مثلا. انا كده عملت اللي عليا والباقي على ربنا. حضرتك بقى سواء متعصب او محايد، اهلاوي او زملكاوي، تخش وحياه غلاوه فريقك بالشير واللايك والكومنتات وتنشر الحلقه دي عشان انا بتعب قوي في الشغل ده والله العظيم. ولو احنا على اليوتيوب نشترك في القناه ونفعل الجرس ارجوك وحياه امك وابوك. كل حلقه وانتوا كرويين وكل لقاء قمه وانتوا طيبين. باي.